لما تبقى قاعد تسمع مزيكا كده ومندمج وسرحان، وتلاقي المزيكا دي واخداك في عالم تاني خالص، اعرف ان انت بتسمع بليغ حمدي. عزفت على اوتار قلبك وطلعت احساسك من مكانه وخدتك لعالم تاني، برضو اعرف انك بتسمع بليغ حمدي. بليغ حمدي عالم وعلامة في الموسيقى في الوطن العربي كله. بليغ حمدي ما افتكرش لا جه زيه ولا هيجي زيه تاني. تابعوني في حلقة جديدة من فريدة من الزمن الجميل، هنتكلم عن الموسيقار والملحن المصري بليغ عبد الحميد حمدي مرسي. اتولد في 7 أكتوبر سنة 31 في حي شبرا في مدينة القاهرة، واللي ما يعرفش شبرا يبقى ما يعرفش مصر. كان والده أستاذ فيزياء بجامعة فؤاد الأول اللي هي جامعة القاهرة دلوقتي، وكان بليغ شغوف بالموسيقى، بيحب الموسيقى جدا من وهو صغير. كان عنده 9 سنين، وكان اللي يحبه يسمعه موسيقى أو يشتري له عود. وهو عنده 12 سنة حاول ان هو يخش معهد فؤاد الأول للموسيقى، بس هو كان سنه صغير فما نفعش بصراحة، فدخل مدرسة شبرا الثانوية. وفي الوقت ده كان بيدرس أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى، وده كان بيدرس موسيقى شرقية. وبعدين اتعلم بعد كده على ايد درويش الحريري، واتعرف بعد كده من خلاله على الموشحات العربية. وبعدين دخل كلية الحقوق، وكان الحقيقة طالب حقوق فاشل، هو نفسه كان بيقول كده. وفي نفس الوقت ده دخل بشكل أكاديمي بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، اللي هو حاليا المعهد العالي للموسيقى العربية. بليغ حمدي خد مرحلة الستينات دي كلها شغل مع أعظم الفنانين وأرقى الفنانين اللي لسه ألحانهم عايشة دلوقتي. بدايته الفنية لما أقنعه السيد محمد حسن الشجاع اللي هو مستشار الإذاعة المصرية في وقتها، أقنع بليغ حمدي إن هو يغني. وبالفعل بليغ حمدي سجل للإذاعة 4 أغاني، حتى لما استضافوه بعد كده قال أنا حتى مش فاكر أساميهم، لكن تفكيره وقتها كان كله متجه للتلحين والموسيقى، لأن هو فعلا بيحب التلحين. ولحن أغنيتين لفايدة كامل. وبعدها عمل أغنية ما تحبنيش بالشكل ده لفايزة أحمد. وبعدين اتطورت العلاقة بالفنان محمد فوزي. طبعا احنا عارفين الموسيقار محمد فوزي، محمد فوزي من أول من امتلك شركة اسطوانات في مصر، وكان عنده استوديو. فمحمد فوزي كان في التلحين برضو حاجة تانية ما شاء الله يعني. وبعدين هو اداه فرصة، طبعا هو عرفه محمد فوزي على المطربين طبعا، ومن خلال شركة مصر فوني اللي كان بيمتلكها محمد فوزي في عام 57 قدم أول لحن لعبد الحليم حافظ في فيلم الوسادة الخالية، وكان لحن أغنية تخنوه. واللحن تخنوه ده كان أصلا معمول للست ليلى مراد، وكان نفس ان هو فعلا يلحن لها حاجة. وبرضه كانت اعتزلت وحاول مرارا وتكرارا، وكانت هي دي اللي هتخليها. ولما احتاجها عبد الحليم واستأذنها وهي كانت خلاص رايحة الاستوديو، فعلا ادتها لعبد الحليم حافظ، وكان اول تعامل ما بين وعبد الحليم حافظ لحن تخنه. وبعد كده جات الانتاجات على بليغ حمدي، طبعا اللحنية ما بين شعبي ورومانسي ووطني وحماسي، لكن كان الإسهام الأساسي اللي قدمه بليغ حمدي في الموسيقى والإيقاعات الشعبية بطريقة تناسب أذواق المغنيين وقتها والملحنين وقتها، لأن الناس وقتها كانت سميعة بجد. يعني معلش وقت كان فيهم أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة وشادية ونجاة، والناس اللي زي دي غير الناس اللي موجودة بتهبط دلوقتي. يعني بليغ حمدي جمع الألوان الغنائية كلها، من رومانسي الشعب الوطني القصائد حتى الابتهالات. لحن للنقشبندي، يعني مفيش حد يعني ينسى قصيدة أبدا مولاي إني ببابك قد بسطت يدي. لحد النهاردة
بتتقال ولحد النهاردة عايشة. والحقيقة كل المطربين القدام اللي حلهم بليغ وغير بليغ هم بنفسهم، لان الناس كان عندها ذوق فعلا في الاغاني، وكان في ذوق في الموسيقى، وكانت الناس بتسمع وهي راسية وتقعد ويخلوا المطرب على المسرح مثلا. يعني حتى مثلا لو مطرب ام كلثوم مثلا لما تعمل اغنية في اسطوانة كانت بتبقى مدتها نص ساعة، لكن على المسرح ممكن توصل ساعة، لان هي بتمشي ورا طلبات الجمهور. فممكن تقول كوبليه وبعد ما تخلصوا يقولوا لها قاعد فتعيد من تاني. وده كان نظام الحفلات. هاتوا حد من اللي بيقف على مسرح زمان، يعني شوفوا مثلا ام كلثوم لما تقف، وردة لما تقف، يعني عزيزة جلال لما تقف، نجاة لما تقف، كانوا بيقفوا على المسرح يغنوا والناس بتسمع بجد. غير دلوقتي تنطيط ودب دب 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 دب. وبالمناسبة كنت عاملة حلقة عن بسمة بوسيل اول امبارح، وانا لما قلت وانا اعني كل كلمة بقولها، لما يعني كان اصلا الحلقة كلها كانت دفاعي عن بسمة بوسيل، وانا بدافع عنها وما زلت بدافع وهدافع عنها مرارا وتكرارا. طالما انا شايفة الست يعني ايه موجوعة، واحنا الستات نحس ببعض، وده ما يقللش منها كبسمة. ان انا قلت دايما مصر هي بوابة الفن، وان اي حد بيحاول ان هو يتشهر وصوته حلو بيجي مصر وبياخد الفرصة اللي يستحقها، لان مصر فعلا اكتر النجوم العرب، فريد الأطرش واسمهان وصباح وعزيزة جلال وسميرة سعيد ووردة، يعني ما شاء الله هم اوريدي اصلا صوتهم حلو. فهم يعني احنا ما خلناش، هم ما جم مصر احنا ما خلناش صوتهم حلو، هم صوتهم حلو اصلا، يعني هم اصلا حلو صوتهم حلو. فمصر كانت فعلا كده مع كل زمان. فهي ردت عليا الصراحة رد بسخرية جدا ضايقني، قالت لي انتبهي على كلامك. اعتقد قالت لي اسم يعني سعد المجرد كمان كان عندكم. لا الحقيقة سعد المجرد ما جاش عندنا، خليه عندكم ده. بس ارجعي للتاريخ وانت تعرفي، واللي انا ذكرتهم فعلا كلهم جم مصر ما شاء الله. يعني ربنا يخلي الموجودين ويديهم الصحة ويرحم اللي راحوا. هي أصوات كلها حلوة، واللي أنا قلته ما يقللش من قيمتهم أبدا، وما يقللش من قيمة مصر. وبما إنك قلتي ده كان زمان، فعلا كان زمان، لأن الفن فعلا كان زمان، الفنانين كان زمان، السميعة نفسهم كانوا زمان. فحبيت أقولك انتبهي انت على كلامك، وارجعي واعرفي انت بتقولي ايه، لان انا ما غلطتش اطلاقا في اي حد. ولما قلت ان بسمة بوسيل لما جت مصر وبدأت انطلاقتها الاخيرة هي من مصر، يعني بعد انفصالها من تامر، ده اطلاقا ما يقللش من قيمة بسمة كفنانة، كواحدة حاسة الكلام صوت ناعم وخامته حلوة. بالعكس خالص. يعني انا ما اعرفش انت فهمتي الكلام ازاي، ولكن انا بس يعني الشيء بالشيء يذكر، فافتكرت الكلمة الصراحة وانا بسجل الفيديو، فحبيت ان انا اقولها لك يعني. بصراحة في ناس طبعا زعلوا ان مجرد ان انا قلت ان مصر هي دايما بوابة النجوم العرب، وان اكتر الناس بيجوا سواء ممثلين سواء مطربين زمان او دلوقتي اللي عاوزين يجوا فعلا يتعرفوا بيجوا في مصر هنا ما شاء الله. يعني في ممثلين سوريين وممثلين من كل مكان، وفي ناس متجوزة ومستوطنة هنا في مصر. فده شيء ما يقللش من حد. حتى لما قلت ان بعت لها محسن جابر وكان متعاقد معاها وتامر بعد كده قال له انا مش عايز زوجتي تغني، برضو محسن جابر مصري، شركة محسن جابر مصرية، الانتاج نفسه مصري، واللي بيتعاونوا مع بسمة دلوقتي في منهم كتير مصريين. فده ما يقللش ابدا لا منكم كمغاربة اخواتنا ولا مننا كمصريين. احنا كلنا اصلا في الموضوع طالعين من عند سيدنا آدم، واحنا كلنا هتلاقينا في الأول وفي الآخر سواء رضيتي أو ما رضيتيش احنا أخوات. والموضوع مش فتنة بين البلاد، والموضوع ما فيهوش مشكلة إطلاقا. بس أنا حسيت إن انتي خدت الموضوع بحساسية، فحبيت بس أوضح لك الأمور ببساطة. أكتر واحد ممكن يكون عمل ألحان لمطربين عمل حوالي 1500 لحن، منهم بس للفنانة وردة
حوالي 100 لحن. فنانة وردة يمكن المحطة المهمة والأهم في حياة بليغ حمدي. أولا حب عمره زي ما بيقول، وزي ما الناس كلها عارفة، وهي الله يرحمها ويسامحها كانت تتحب. صراحة وردة كانت تتحب، كانت أولا ملكة جمال، ملكة. الحب ده أنتج لنا حاجات كتير حلوة احنا سمعناها وما زلنا بنسمعها وبنستمتع بيها لحد النهاردة. بليغ حمدي لحن لعبد الحليم حافظ، لحن لشادية، لحن لأم كلثوم. وأول أغنية، لأن في ناس كتير بتقول إن أول لحن سمعته وردة لبليغ حمدي كان في فرنسا، هي كانت أغنية تخنوه. وردة نفسها قالت لأ، أنا سمعت أغنية حب إيه، حب ايه اللي انت أمسية كده. هم كانوا معزومين عند الدكتور زكي سويدان، كان ده من اشهر الاطباء موجود في مصر وقتها، وكانت ام كلثوم على راس المدعوين. وقام محمد فوزي عرف بليغ حمدي بأم كلثوم وقال لا، واكد لها ان ده ملحن رائع، وطلب منه ان هو يغني لها من الحانه. فغنى، هو عزف على العود في الامسيه ديت في السهره اللي كانوا سهرانينها اغنيه حب ايه، حب ايه اللي انت جاي تقول عليه. وبعدين فاجئ ان ام كلثوم قعدت تسمعه ومتسلطنه قوي، وفي وسط الذهول من الناس طلبت يعني منه ان هو يزورها تاني يوم. ولما طلب، ومع ان بليغ حمدي ما كانش بيلتزم بمواعيده ابدا، يعني حتى عن كلام وردة عنه لما كان بيستضافوها، فحتى بعد ما توفى قالت بليغ مواعيد ما بيحترمش، بوهيمي جدا، ما بيعرفش يحوش. قالت ايده دي مخرومة. من ضمن الكلام قالت ان طول ال7 سنين اللي انا متجوزاه، لو كان بليغ حوش بس تمن الورد اللي كان بيبعتهولي كل يوم، بتقول كل صباح يطلع بتاع ربنا كان يجي لي بوكيه ورد، يروح المكتب يبعت لي بوكيه ورد. لو كان حوش بس تمن الورد في ال7 سنين كان بليغ ده مات مليونير. ده كلام الفنانة وردة بنفسها عنه. فغريبة ان هو راح في الميعاد بتاع ام كلثوم بالظبط، وبعدين شاورت له بقى ان هو طلبت منه ان هي تسمع الاغنية كاملة، ويشاء القدر ان دي الاغنية اللي تغنيها ام كلثوم، ووردة تسمعها في فرنسا اغنية حب ايه. وقالت انا لما سمعت اللحن ده قلت الولد اللي عامل اللحن ده واد جينيوس. فعجبها جدا اللحن، لان في اكتر الناس والاقاويل بيقولوا ان هي سمعت اغنية تخنوه، لكن الحقيقة هي كانت اغنية حب ايه، حب ايه اللي انت جاي تقول عليه. طبعا كلنا عارفين الاغنية وجمال الاغنية. دي كانت من كلمات عبد الوهاب محمد، وبعد كده اتوالت الاعمال بينه وبين ام كلثوم. وبعد كده دي كانت في سنة 60، حب ايه دي في سنة 61 عمل لها اغنية انساك، ده كلام انساك يا سلام. وبعد كده كان المقرر ان محمد فوزي هيعمل اغنية انساك، وكان بليغ حمدي في زيارة لأستاذه ومعلمه. طبعا محمد فوزي هو دايما كان بيعتبره القدوة بتاعته. وبعدين بيقول محمد فوزي قام ان هو يقابل الضيوف، هو كان عنده في البيت، فقام يستقبل الضيوف وساب بليغ يقرأ كلمات الأغنية. عبال ما رجع من بره لقى بليغ مسك العود ولحن الأغنية. مجرد ما الضيوف قعدوا قعدتهم كان انتهى تماما من تلحين الأغنية وهو قاعد. فاتصل بالست ام كلثوم وقال لها ان بليغ لحن الاغنيه لحن بديع. وكان من امنيه محمد فوزي الله يرحمه ان هو يلحن للست ام كلثوم، وعاش ومات من غير ما يلحن الاغنيه. المرتين اخدهم بليغ وده كان نصيب، والحقيقه مات من قبل ما يلحن لام كلثوم. في سنة 62 عمل لها أغنية ظلمنا الحب، وبرضه كانت من كلمات عبد الوهاب محمد. وفي سنة 63 عمل لها أغنية ألف ليلة وليلة من كلمات مأمون الشناوي. ودي طبعا محدش يقدر ينكر الصراحة أغاني أم كلثوم دي، اللي يحب بس هو اللي يقدر يعرف قيمتها عشان الكلام يلمس قلبه. في 64 عمل بقى طبعا سيرة الحب، وهي من أحب وأجمل الأغاني لأم كلثوم. وبعدين حتى يعني في ناس بيقولوا إن هو على فراش الموت وهو اتوفى بالفشل الكبدي، الله يرحمه يا رب.
ويرحم كل عزيز، قال ان هو دايما كان بيحب يدندن اغنية سيرة الحب، وهي من كلمات مرسي جميل عزيز. وطبعا احنا ما نقدرش ننكر ان احنا عندنا شعراء في مصر برضو مش هيتكرروا تاني، ودول برضو من ايام زمان، عشان ما اقولكيش اللي بيكتبوا الاغاني دلوقتي دول اغاني. صراحة كل الاغاني والفن كان زمان. في سنة 67، في سنة 65 عمل لها أغنية بعيد عنك حياتي عذاب. وفي سنة 67 عمل فات الميعاد. وفي 67 برضو عمل لها أغنية إنا فدائيون، ودي كانت أغنية وطنية. وفي 69 عمل ألف ليلة وليلة. في 67 عمل أغنية الحب كله. كل الحاجات دي كلها من بليغ حمدي. بليغ حمدي ملك العود، بليغ حمدي ابن الشعب، البلبل، الوادي الجن الشقي، اللي كان ممكن من 4 مقامات، وهو تحدى نفسه في حاجة زي كده، قال أنا من 4 مقامات أعمل أغنية تفرحك وتحزنك، أغنية ترقصك وتبكيك. بليغ حمدي اشتغل كل الألوان، اشتغل مع عظماء مصر وعظماء برا مصر. بصراحة احنا عندنا في الوطن العربي أصوات محدش يقدر يتخطاها. حتى الموسيقى بتاعتنا غير، تحس ان انت الموسيقى بتحسها. انا ما اقدرش اقول لك ان انا بفهم في الموسيقى قوي، لكن انا ما بسمع الحاجة الحلوة بتعجبني. وانا صغيرة كنت لما اسمع الاغاني الحلوة قوي وتعجبني مزيكتها، فلما كبرت عرفت ان اكتر الاغاني دي بتاعت بليغ حمدي. ما ننكرش ان احنا عندنا موسيقار محمد عبد الوهاب، بس محمد عبد الوهاب ده بتاع الناس الذواقة قوي، الناس الهاي يعني. حتى كانوا بيسموا محمد عبد الوهاب مطرب الملوك. لكن بليغ حمدي ابن الشعب، ابن الثورة. عبد الحليم حافظ برضو اتعامل مع بليغ حمدي كتير ما شاء الله، من اول تخنوه لاسماعيل الحبروك وخسارة في الفيلم بتاع فتى احلامي، وخايف مرة احب في فيلم يوم من عمري، واعز الناس حبايبنا، على طول الحياة، وسواح، وعلى حزب وداد قلبي يا بوي، والتوبة لعبد الرحمن الأبنودي، أنا كل ما أقول التوبة يا بوي، وجانا الهوى، وتقريبا عدى النهار برضو، دي كانت بتاعت عبد الرحمن الأبنودي. عدى النهار والمغربية جاية تتخفى ورا ظهر الشجر، وفدائي فدائي أموت أعيش ما يهمنيش، وكفايه شوف عالم العروبه باقي. الناس اللي ما لحقتش الحاجات دي، والهوى هوايا، وموعود، وزي الهوى، ومداح القمر، وحاول تفتكرني، كل الحاجات ديت واكتر 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 عملها بليغ حمدي. بليغ بقى حمدي ووردة واعظم الاغاني يعني ما شاء الله. عملوا اغاني مع بعض كتيرة جدا، بداية كده من يا نخلتين في العلالي، من ساعة ما بعد برضو جابها حلمي رفلة من فرنسا. وردة كانت بتغني، هم كان عندهم مطعم في فرنسا، وهي اصلا كانت بتغني في المطعم بتاع والدها، وهي اصلا صوتها حلو من الاول. فلما شافوها هناك في فرنسا، وكانوا هنا عاوزين يعملوا فيلم ألمظ وعبد الحمولي، وكانوا عاوزين وجه جديد وحلو، فبعد جابها حلمي رفلة لان هو سمع صوتها، فقال انا عايز البنت اللي كانت بتغني. كانت لسه وردة صغيرة، وردة من يومها قمر ما شاء الله عليها، ربنا يرحمها برحمته يا رب. بعد جابها عشان تعمل فيلم ألمظ وعبد الحمولي، وبليغ حمدي كان هو اللي هيلحن لها اغنية يا نخلتين في العلالي. ولما شافها وكان معاه جميل مغازي وسلم عليها، وبعدين قال له انا اول مرة تهز قدام ست كده، انا اتنفضت من جوايا. وبصراحة هي كانت تهز اجدح شنب، هي كانت حلوة، صوت حلو، قوام حلو، شيك، امورة. وردة دي الصراحة الواحد مش عارف من حق الالحان بتاعت بليغ تطلع لوحدها على وردة دي صراحة يعني. وبعد كده توالت الاعمال يعني، وهو حبها بصدق يعني. هو كان متجوز قبليها من قبل ما يتجوزها بحوالي 10 سنين. كان متجوز واحدة من اسكندرية، وقعد معاها سنة واحدة بس، وما حصلش بينهم وفاق خالص، وانفصلوا. لكن الجوازة الحقيقية اللي معروفة في حياته والحب الحقيقي اللي لحد ما مات كانت وردة فعلا.
عاشوا مع بعض 7 سنين. هو الأول أما راح تقدم لها وأهله رفضوه، فخلاص يعني، وهي بعد كده أهلها أخدوها ورجعوا بيها تقريبا تاني الجزائر. أهله رفضوه مش عشان هو بليغ حمدي، قالوا لا احنا عايزين نتجوزها واحدة يعني واحد يعني من بلادنا. في ناس قالوا ان هي بعد 3 سنين ولا سنة ونص انفصلوا، لكن ابنها قال احنا عشنا 10 سنين، يعني هي عاشت مع جوزها ده 10 سنين. وعشان بس الأقاويل الكتير اللي بتتقال ان والدها غصبها على الجواز من حد شغال في البوليس تقريبا او في الشرطة، يعني منصب حاجة تبع الحكومة هناك. لكن ابنها قال اصلا ماما يعني وردة اتجوزت بابا بعد جدي ما مات، يعني ما حدش غصبها على الجواز ولا حاجة، بالعكس هم اتجوزوا وكانوا معجبين ببعض وكانوا بيحبوا بعض. وهو انفصلت هي وهو بعد 10 سنين، بعد 10 سنين جواز انفصلت، وكان في هو واخته. وبعد كده لما رجعت مصر طبعا اكيد بليغ حمدي ما كانش هيضيع الفرصة، وهي قالت انا الاول اعجبت ببليغ الفنان مش كحب، انا حبيت بليغ الفنان، هو حب وردة التانية. لكن اللي حصل بعد كده ان هما الاتنين حبوا بعض بصدق. كان بيعمل تصرفات فعلا تضايقها، وهي ممكن تكون ما قدرتش ان هي تعدي حاجة زي كده. هما كانوا في الامارات في دبي، وكان في برنامج اسمه جديد في جديد كان بيقدمه بليغ حمدي، وكان من ضمن الوجوه الجديدة كانت سميرة سعيد. هي طبعا كانت نزلت مصر لان هي كانت تعبانة، ولكن تعبها في الوقت ده هي ما كانتش تعرف مالها، كان في وجع في بطنها كتير. وفي من ضمن الأقاويل اللي يختلف عليها ان هي نزلت وكانت تعبانة جدا وكانت في المستشفى. اعتقد ان هي عملت عملية اجهاض او كانت بتسقط، لان هي حملت من بليغ حمدي مرتين، وهو الحقيقة كان نفسه يبقى اب، ولكن ربنا ما قدرلوش ان الموضوع يكمل. وهي في الوقت ده كانت تعبانة، وكان عيد ميلاد سميرة سعيد، وهو حضر الحفلة بتاعت سميرة سعيد. وطبعا المجلات التقطت صورة وتقريبا في وقت التورته او حاجة، وفي مجلات كتبت زواج بليغ حمدي من المطربة الصاعدة سميرة سعيد. لكن هو يعني من ضمن حتى نشان جاب المجلة دي وقال لها على عيد الميلاد، فقالت له انا قريتها بقى، يعني في مجلة تانية انا قريتها زواج بليغ حمدي من المطربة سميرة سعيد. وطبعا ده ضايقها. الموقف التاني ان هي كانت في المستشفى وهو طول الوقت ده يعني ان هي اتصلت بيه كذا مرة ان انا تعبانة وتعالى، قال لها انا ما اقدرش اشوف حد بحبه بيتألم. فبصراحة موقف يا عفرة العفريت، وانا هنا بعذرها للمرة التانية. المرة التالتة ان هي بتقول انا سافرت باريس او قبل ما اسافر باريس تقريبا او حاجه كده. المهم ان كان في اغنيه هي عايزه تغنيها، وهو اداها المطربه ما، انا مش متذكره او هي ما قالتش، لكن الاغنيه دي هي كانت مصره ان هي تغنيها، وهو ما استعناش الكلام ده واداها لحد تاني. وده 3 موقف ضايقها. فال3 مواقف ورا بعض عملوا شيء من التراكمات، خلوا ان وردة تاخد القرار وقالت انا جبت اهلي من باريس وهو في دبي قبل ما ينزل. حتى هو ما نزلش، هو طلقها يعني خلى مدير اعماله يطلقها فورا، اللي هو لا انزلهم، نزلتهم وجابتهم. وتقريبا الموضوع ده كله في 8 ايام، لان هي جت من باريس على دبي، ومن دبي على مصر، فاخدت القرار فورا اللي هو يعني خلاص يعني خلاص. وكان الطلاق لا رجع فيه. هنقول ان هي ندمت بعد كده. طيب هي لو ندمت بعد كده ليه ما رجعوش لبعض؟ بصراحة حكاية جواز وردة وبليغ حمدي دي مش هي اساس الحلقة، ولكن ده كان جزء في السياق، لكن هو الموضوع كله في الفن اللي كانوا هما الاتنين بيقدموه. وردة كانت عظيمة العظماء، صوت وحنجرة ذهبية، وقفة، تمكن، حضور، جمال، فنانة محدش يقدر يختلف
ولا يقول في حقها التلت التلاتة كام. هي لحد ما توفت كانت زي القمر، لحد ما من بداية طلوعها كانت أشيك وأجمل واحدة ممكن عينك تشوفها. العيون السود، وردة اشتروني، وردة احضنوا الأيام، وردة بوعدك، وردة، كل الأغاني الحلوة اللي ممكن تخطف قلبك وتحب تسمع وتتسلطن هتلاقيه برضو وردة. وردة بصراحة أغاني حلوة بشكل غير طبيعي، وهم عملوا ميكس حلو جدا مع بعض. ما نقدر يعني، بخلاف بقى الحاجات الشخصية اللي أصلا ما تخصناش، الله يرحمهم، هما الاتنين راحوا عند اللي خلقهم، وللأسف راحوا هما مش أزواج، وده شيء يزعل صراحة يعني. بس وردة كل أغانيها الحلوة، كل أغانيها حلوة، كل أغانيها بصراحة. أنا ما فيش أغنية ممكن أسمعها الوردة ما حبهاش يعني، حتى من بليغ ومن بعد بليغ. بصراحة كل الأغاني بتاعت وردة جميلة. العيون السود، خليك هنا، بلاش تفارق، حكايتي مع الزمان، دندنة، بودعك، لو سألوك، اسمعوني واشتروني، مالي وانا مالي بالاحزان وانا مالي. كل الحاجات دي على فكره كان عاملها بليغ. احضنوا الايام، والله يا مصر، ويا نخلتين في العلالي، دي كانت اول اغنيه اصلا لحنها بليغ لورده. واحبك فوق ما تتصور، وليالينا، وعجبي، ومسا النور والهنا على الموجودين هنا. كل الحاجات الحلوة اللي جمعت بليغ ووردة محدش يقدر ينساها. هما كانوا ناجحين جدا مع بعض، وكانوا أزواج حلوين جدا والله. بس يعني ايه، وساعة القدر يعمل بصر. بليغ حمدي وشادية برضو عملوا حاجات حلوة جدا مع بعض، وكان في تعاون بينهم. ده كل اللي انا بقوله ده الحاجات يعني. انا لو جبت لكم الاغاني بالتفصيل محتاجه حلقات، لان كل اغنيه عملها بليغ مع مطرب ليها حكايه وراها قصه وحس بايه. وبليغ كان بديع. فاحنا لما نتكلم بصراحه محتاجين حلقات. بس طبعا الناس كلها عارفه بليغ حمدي. فانا حبيت بس ايه اناقش معاكم الناس الحلوه اللي هو لحن لهم. شادية طبعا في اعمال كتير عملها لشادية، والنبي وحشتنا، وقولوا لعين الشمس ما تحماشي، وعطشان يا صبايا، وخلاص مسافر، والله يا زمن. عمل بصراحة حاجات حلوة هو وشادية. ولحن لها المسرحية بتاعت ريا وسكينة، هو اللي حط لها الموسيقى بتاعتها كلها. وتعامل طبعا مع نجاة قبل طبعا ما يقلبوا على بعض. عملت له عمل لها انا بستناك، وكل شيء راح وانقضى، والطير المسافر، وسكة العاشقين، ومش هين عليا، واشتغل مع محمد رشدي وسميرة سعيد وعزيزة جلال وميادة الحناوي وهاني شاكر مؤخرا. طبعا هاني شاكر ده كان في الجديد طبعا، هو وعلي الحجار كانوا في الاخر دول طبعا. يعني الناس اللي هي فيه برضو اشتغل مع نادية مصطفى وفهد بلان ومحمد عبده واحمد عدوية وسوزان عطية وهدى سلطان وفايدة كامل ومحرم فؤاد ولطيفة وذكرى، لحق ذكرى، ونهاد طربية. في ناس كتير مش فاكراها بصراحة، ولطيفة اعتقد. يعني هو ما شاء الله كان بيحاول ان هو يكتشف النجوم ويلقوا الضوء عليهم اللي صوتهم حلو فعلا. بليغ حمدي حالة مش هتتكرر. والناس اللي عارفة بليغ حمدي وعارفة الفن وعارفة الحب اللي بيولد وجع، زي مثلا أغنية أنا الحب اللي كان. لما طبعا تعددت الأقاويل حوالين الأغنية ديت، لما حصل الانفصال وحد قابل وردة في فرنسا، والكلام وصل لبليغ لما قالت مين بليغ أنا معرفوش. فالكلام وصل بليغ، وكانت أغنية كتابته وألحانه أنا الحب اللي كان. وطبعا في كلمات اتعدلت غير دي وغير دي، ولكن مات ملك العود
وما زال قلبه ينبض بحب وردة. أسفة أنا طولت عليكم، ويا رب تكون حلقة حلوة واستمتعتوا بيها. كانت معاكم فريدة من الزمن الجميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.